طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم. اليوم بالمناسبه ديال عيد المراه، الاخت خديجه اقترحت عليا الموضوع ديال الحايك، لانها دائما عندها هذا الهاجس انها بغات تعمل هذه الخريجه هيدا بواحد يعني بهذه النظره هذه وتجمع اكبر كميه ديال البنات. وطرحت عليا الفكره، طبعا الفكره عجبتني بزاف لانها فكره صراحه فريده من نوعها، ما عمرها كانت، ما عمرها زعما طاحت على شي واحد. رحبت بالفكره وقلت لي ما لا، حنا يعني كمقاطعه اننا ندعموها ونوقفوا معها، وهذا يعني شي حاجه اللي هي فعلا غتعطي واحد الاشعاع كبير لمدينه طنجه عموما والمقاطعه طنجه المدينه كذلك. وشكرا عن خديجه بعدا كنشكرها بزاف بزاف على هذه المبادره، وضربت واحد المجهود كبير انتم كتشوفوا كما جمعت هاد البنيتات كاملين. حاجه اخرى بغيت نشكر كذلك الرئيس ديال المقاطعه ديالنا السي محمد شرقاوي اللي تبارك الله عليه دعمنا ووفرنا جميع المسائل اللي ممكن نحتاجوها. كذلك كنشكر السلطه اللي وفرت لنا الامن والسير والجوانب كان يعني على احسن مستوى. وشكرا لكم تنتوما كاملين بارك، شكرا بزاف. السلام عليكم، معكم خديجه الطاهري، مولاة الحايك. الفكره جاتني من انسبيريت، هذه الفكره هذه جاتني في واحد التصويره، كنت نشوف واحد التصويره مصوره في 1950 وعجبتني بزاف. التصويره كانت صراحه عملت فيها واحد الحماس باش نقدر نجمع البنات ونعملوا نفس التصويره. داك التصويره كانت في 1950، غادي نعملوا التصويره ديال 2023 ان شاء الله يا ربي. طبعا هذه الفكره طرحت على مقاطعه طنجه المدينه ورحبوا بها بزاف وعجبهم الحال. وعاونونا في تنظيم هاد التظاهره هذه. بالنسبه للحايك المغربي كيف ما كتعرفوا كان رمز للحياء والحشمه. حنا فخورين بزاف حيت لبسناه اليوم ورجعنا شويه ديال الذكريات ديال الاجداد ديالنا، وتكريما واجلالا للامهات ديالنا والجدوات ديالنا اللي كانوا كيلبسوا هذا اللباس هذا بمناسبه عيد المراه وعيد الام. انا فرحانه بزاف حيت اليوم اجتمعنا هنايا، وكنشكر خديجه مولاة الحايك حيت جمعتنا باش نحيو التراث ديالنا القديم، خصوصا هذا اللباس هذا ديال الحايك اللي معروفين به الشماليين يعني النساء. وصراحه فرحت بزاف حيت عشت التجربه هذه، وتجربه صراحه ما كتنساش. اول حاجه المشاركه ديالي انا والاصدقاء ديالي، فرحانه بزاف. ملي لبست هذا اللباس هذا حسيت بواحد الفرحه، وكما كتشوف لقى تفاعل مع الناس حتى هما. وكنتمنى يا ربي هذا اللباس هذا نكون وصلنا الرساله للناس بان الحايك المغربي القديم هو واحد اللباس اللي رائع جدا، وكانت واحد الحشمه وواحد الوقار شحال هذه اللي ما بقيناش كنشوفوها دابا. وكنشكر خديجه المنظمه ديال هذا اللقاء هذا، وشكرا بزاف. الجماعيه بمقاطعه طنجه المدينه ارتأينا بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمراه وعيد الام ان نحتفل باليوم العالمي للجدات ديالنا والامهات ديالنا، في اطار الاحتفاء و يعني تقييم التراث اللامادي في المتمثل في الحايك الطنجاوي بالخصوص. وارتأينا هذه فكره كانت ديال واحد البنيته سميتها خديجه، وعيات كطرح هذه الافكار هذو في يعني في جميع المنابر، ولكن ما كاينش اهتمام. ملي طرحت علينا حنا ارتأينا ان نتبناو هذه الفكره ونخرجوها امام الامر الواقع للوجود، والحمد لله نالت اعجاب الجماهير الطنجاويه، وكان واحد الاقبال رائع على هذا الزي التقليدي الرائع ديال الجدات ديالنا. وكنتمنى هذه الظاهره هذه يعني تلقى اقبال كبير من طرف منابر اخرى ومن طرف مؤسسات اخرى، والاهتمام يعني بالتراث اللامادي في جميع المجالات، سواء كان الحايك ولا جلاب التام ولا طقطوقه ولا اي حاجه كتفكرنا بالجيل القديم ديالنا، ونحييو هذا الموروث هذا ان شاء الله. وشكرا.